الاهلي الموسم الجاي هيلعب في البطولة الكونفدرالية. هي ما اسمهاش بطولة، هي اسمها دورة رمضانية. انا كمشجع اهلاوي ما بعترفش اصلا بالبطولة الكونفدرالية. البطولة الكونفدرالية دي كل اللي فيها اللي هو العائد المادي بس. يعني يوم خسارة الزمالك من اتحاد العاصمة الجزائري انا كنت بستغرب الناس الزملكاوية اللي كانوا بيعيطوا على خسارة البطولة، وكنت اسألهم كانوا بيعيطوا على خسارة البطولة كبطولة مش كعائد مادي. لا، انا حزنت على نادي الزمالك على انه خسر العائد المادي اللي كان هينفعه في رفع القيد اللي عليه. العائد المادي كبير، 4 مليون دولار. لكن هي كبطولة لا، انا ما بعترفش بيها كبطولة. ده اللي بيلعب في دوري ابطال افريقيا، الفرقة اللي بتخرج من دور ال16 في دوري ابطال افريقيا هي عند الفيفا والكاف الافريقي، الاتحاد الافريقي، هي افضل من الفرقة اللي بتحصل على البطولة الكونفدرالية 20 موسم ورا بعض، 20 سنة ورا بعض. يعني الزمالك ده لو قعد ياخد البطولة الكونفدرالية 90 مرة ورا بعض فلا. الفرقة اللي بتلعب في دوري ابطال افريقيا وبتخرج من الدور ال16 ليها تصنيف عند الكاف الاتحاد الافريقي او في الفيفا افضل من الزمالك. فهي كل اللي في الكونفدرالية دي عائد مادي بس. انا بقى مش مستوعب ان الموسم الجاي هتفرج على النادي الاهلي بيلعب في البطولة الكونفدرالية. هتفرج على الاهلي بيلعب في البطولة الكونفدرالية. النادي الاهلي خسر في الموسم ده 23 نقطة، وخسرهم قدام مين؟ التعادلات قدام مودرن سبورت، وقدام غزل المحلة، وقدام انبي، وقدام بتروجيت، وقدام النادي المصري، وقدام البنك الاهلي، وقدام زد. 7 مباريات تعادلات، يعني خسر في كل مباراة نقطتين، يعني 14 نقطة خسرهم في تعادلات. طب خسر تتعادل قدام المحل. نادي المحلة نادي محترم وفوق راسي، انا بتكلم كرويا. نادي المحلة ثمنه بثمن احمد سيد زيزو. يعني لو جيت تحسب كده اجمالي اللعيبه، ثمن اللعيبه هتلاقيهم ثمن زيزو بس. الاهلي تعادل معاه والاهلي خسر قدام بيراميدز الدور الاول 2-0 والدور الثاني 3-0. يعني خسر بمجموع المباريتين الدور الاول والدور الثاني. خسر الاهلي قدام بيراميدز 5-0 وخسر 3 نقط قدام طلائع الجيش. يبقى خسر قدام بيراميدز وطلائع الجيش 9 نقط، قدام بيراميدز رايح جاي وقدام طلائع الجيش يبقى 9 نقط، و14 نقطة تعادلات يبقى 23 نقطة الاهلي خسرهم في الموسم دوت بسكواد يدوس على افريقيا. يعني الاهلي فيه سكواد لعيبة يدوس على افريقيا كلها كورة، يدوس عليها كورة. يضيع 23 نقطة ويلعب في الكونفدرالية. سكواد زي ده، يعني انا ما اعرفش الاهلي ليه فاق في اخر 3 مباريات. الاهلي فاز على المصري ب10 لعيبه. الاهلي فاز على انبي، فاز على انبي 3-0. الاهلي فاز على الزمالك بطل الدوري 3-0. الاهلي كان فين؟ يعني الاهلي طولة الموسم ده 23 نقطه يضيعوا منه ليه؟ 23 نقطه يضيعوا من الاهلي ليه؟ هو مبروك طبعا لنادي الزمالك وهارد لك للنادي الاهلي، والله انا فرحت فعلا لجماهير نادي الزمالك، مش كبطوله اتضافت لنادي الزمالك، في فرق. انا فرحت لفرح الجماهير بتاعت نادي الزمالك لان هم فعلا كانوا محتاجين بطوله تفرحهم. وطبعا بطوله الدوري، حصولهم على بطوله الدوري افضل 100 مره من حصولهم على بطوله الكونفدراليه. الكونفدراليه عائد مادي بس، لكن كبطولة هتتضاف لسجل وتاريخ نادي الزمالك فلا. فهو الدوري المصري هو أقيم وأرفع وأعلى في المستوى من البطولة الكونفدرالية. البطولة الكونفدرالية دي مش بطولة حقيقي، مش بطولة. أنا لسه لحد دلوقتي عندي ايرور في دماغي، مش فاهم إن الأهلي لسه ما استوعبتش إن الأهلي هيلعب الموسم الجاي في البطولة الكونفدرالية. الأهلي ثالث الدوري، زمالك بيراميدز اهلي، الاهلي ثالث الدوري. الاهلي هيلعب في الكونفدراليه. الاهلي خسر من المحله، اتعادل، قصدي انا اسف، تعادل مع المحله، تعادل مع زبد، تعادل مع انبي. الاهلي خسر في دوري ابطال افريقيا رايح جاي من الترجي التونسي، هناك 2-0 وهنا 3-2.
او هناك 1-0 انا اسف، وهنا 3-2. مجموع المباراتين 4-2 للترجي التونسي. ليه الاهلي يخسر 23 نقطة؟ ليه الاهلي يخسر 23 نقطة في الموسم دوت بسكواد لعيبة ما فيش زيهم في الدوري المصري ولا في زيهم في افريقيا؟ عامة هو موسم للنسيان للنادي الاهلي، الموسم ده للنادي الاهلي موسم للنسيان. ومعرفش الواحد ممكن يعمل فيديوهات ازاي عن النادي الاهلي وهو بيلعب في البطولة الكونفدرالية، ولكن مجبر اخاك لا بطر. مضطرين ان احنا نعمل فيديوهات حتى وهو بيلعب في البطولة الكونفدرالية، ولكن احنا عشان بس العائد المادي بتاعها والله، لكن هي كبطولة هي لا يعتد بيها ولا يعترف بيها افريقيا ولا دوليا البطولة الكونفدرالية دي. فألف مبروك لنادي الزمالك وهارد لك للنادي الأهلي ونادي الزمالك. والله أنا فرحان لجماهيره، والله أنا فرحان لجماهير نادي الزمالك اللي فرحانة وفرحانة بفرقتها في الاستاد ديت، لأن هي حزنت حزن شديد جدا على خسارة الكونفدرالية، ولكن على خسارة العائد المادي اللي كان هينفع نادي الزمالك. اما هي كبطولة فهي مش بطولة اصلا. فالموسم ده هيكون موسم للنسيان ان شاء الله، وبتمنى من الله عز وجل ان الموسم اللي جاي الاهلي يعمل صفقات على قد المستوى. فعلا الاهلي محتاج 2 سردباكات من فصيلة وقماشة محمد عبد المنعم، اللعيبه اللي مش بتشلت بالكوره، اللي مش الكوره تجيله ويروح جاي مشلتها، المدافع اللي بيشلت ويطوح الكوره، مدافع يقف على الكوره ويلعب ويباص ويستلم، مدافع هداف، مدافع من طراز صانع العاب. محتاجين جزء مدافعين القماشه ديت، ومحتاجين باك رايت لمحمد هاني، ومحتاجين رقم 8، ومحتاجين صانع العاب، محتاجين 5-6 صفقات يكونوا على المستوى عشان الموسم الجاي نشوف النادي الاهلي بيدوس على اي حد. الفرقه اللي هتلعبه تنزل خسرانه، يعني هي بتلعب النادي الاهلي تكون خسرانه من قبل ما تلعب. ما هو ده الطبيعي، ده اللي انا متعود عليه، ده اللي انا متعود عليه من النادي الاهلي. النادي الاهلي بينزل جازز على اي حد، لو هيلاعب مين بينزل جازز عليه. ونكسر بقى ونكسر عقده بيراميدز. عقده بيراميدز ديت انا مش عارف، عقده بيراميدز مش عارفين نكسبها دي. بيراميدز كسبنا الموسم ده رايح جاي 5-0 حصلت المباراتين، 5-0 للبيراميدز. فالموسم ده ان شاء الله موسم للنسيان للنادي الاهلي. انا هعتبر النادي الاهلي ما لعبش الدوري السنه دي ولا دوري ابطال افريقيا السنه دي، وان شاء الله الاهلي ينزل السنه الجايه يكون جايب له 5-6-7 صفقات تقال، صفقات على قد المسؤوليه، ويكون فيهم 2 سرد باكات يكونوا تقال، يعرفوا يطلعوا بالكوره، يعرفوا يستلموا ويسلموا الكوره. انا مش عايز المدافع اللي هو زي ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وياسين مرعي ولا اسمه ايه دوت وشلت الكوره جايه له شلت. شغل المدافعين المصريين ده انا ما بحبوش. انا كراجل اهلاوي مشجع اهلاوي عايز استمتع بالكوره من تحت لفوق، عايز استمتع بالكوره، عايز استمتع بالكوره ومن اول رجل المدافع لحد ما توصل للمهاجم، عايز استمتع بالكوره. لكن المدافع اللي شل ترفع الكوره جوه، شل ترفع لا، مش عايز كده. انا مش عايز اتفرج على ده الموسم الجاي. انا عايز اشوف النادي الاهلي دايس على افريقيا كرويا، واخد دوري ابطال افريقيا واخد الدوري المصري. انا مستكفي البطولتين، انا عايز البطولتين دول بس، دوري ابطال افريقيا والدوري المصري. ولو قابل بطل الكونفدراليه في السوبر الافريقي مش مشكله، ياخد السوبر الافريقي برضه. عايز ال3 بطولات دول يخش النادي الاهلي. لكن انا كمشجع اهلاوي اتفرج على النادي الاهلي في الكونفدراليه، اتفرج عليه في الكونفدراليه؟ ده انا مش اكمني واخد على الكونفدراليه. انا نسيت وانا بتكلم قلت عايز السنه الجايه ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا، وانا ناسي ان هو يلعب في الكونفدراليه. الاهلي هيلعب في الكونفدراليه صحيح، مش هيلعب في دوري ابطال افريقيا للاسف. الزمالك وبيراميدز هم اللي هيلعبوا في دوري ابطال افريقيا، والاهلي هو اللي هيلعب في الكونفدراليه للاسف. انا مش هحذفها الحته دي، انا فعلا نسيت والله، وقلت السنه الجايه عايز الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا والدوري المصري. انا نسيت وقلت دوري ابطال افريقيا، لكن للاسف الاهلي هيلعب في البطوله الكونفدراليه. الحمد لله على كل حال، واحنا متعودين على كده كجمهور اهلاوي، ان الاهلي لما بيخفق في سنه من السنين في دوري ابطال افريقيا او في الدوري المصري فهو بيرجع اشد ومتوحش عن الاول، وهياخد كل البطولات الموسم اللي جاي باذن الله تعالى. انا متعود على كده كمشجع اهلاوي، متعود ان النادي الاهلي بيعمل كده.
باذن الله الاهلي السنه الجايه يكون على قد المسؤوليه، ويكون يقدر يفرحنا زي ما نادي الزمالك فرح جماهيره النهارده. والف الف الف مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك والنادي الزمالك ولبطوله الدوري اللي اتضافت لتاريخ نادي الزمالك. وهارد لك للنادي الاهلي. وكان معاكم اخوكم علاء سليم، ودمتم في حفظ الله.